السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. رجعت لكم تاني فيديو جديد، يا رب يعجبكم. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل فيديو جديد انزله. اول حاجة كده، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. طبعا زي ما انتم سامعين كده صوتي متغير شوية، كنت تعبانة. عايزاكم يعني تدعولي ان ربنا يشفيني، بجد اليومين دولت كانوا صعبين خالص. كنتش عارفه اعمل فيهم اي حاجه. كنت تعبانه جدا وزوري وجعني خالص. جوري الحمد لله بدات ان هي تخف وبقت كويسه شويه، بس الحمد لله على كل حال يعني. تعالوا كده بقى نخش في موضوع الفيديو. متنسوش تكتبولي كده تعليق حلو وتدعولي دعوه حلوه ان ربنا يشفيني. بصوا بقى، انا دلوقتي في المطبخ كده زي ما انتم شايفين، بعد ما خلصنا بقى الغدا والحاجات دي كلها في المطبخ متكركب عندي وبايظ. ومعلش اعذروني لو انا صوتي ايه مش واضح وكده، لان انا بجد كنت عايزه اعمل لكم الفيديو ده من زمان، بس مش عارفه اعمل لكم عليه صوت عشان صوتي رايح خالص. بس فدلوقتي بقى زي ما انتم شايفين المطبخ كده بايظ وكمان الحوض كان بايظ ومتكركب وكل حاجه عندي كانت بايظه. والبوتاجاز كان بقالي كتير خالص ما شلتش الورق، فكان بايظ. انا دلوقتي بقى هشيل المفارش اللي موجوده كده على الرخامه دي عشان انا عايزه اشيلها لان هي متوسخه مكان الميه وكده، فعايزه اشيلها. وطبعا عايزه اشيل الورق بتاع الالمونيا بتاع البوتاجاز ده كله عشان شايفين عامل ازاي، واغسل بقى كل العيون والحاجات اللي موجوده دي عشان انضفها واخليها تبقى نضيفة. وعايزة كمان اغير الحاجات اللي موجودة على الرخامة دي. يعني انا كنت حاطة هنا المية والحاجات دي، عايزة اشيلها عشان اوسع مكان، لان زي ما انتم شايفين كده المواعين عندي كتيرة جدا فعايزة تتغسل كلها، فالرخامة يعني مش هتكفي. فاشيل بقى كل الحاجات دي كده وافرش فوطة كده نضيفة، وابدا ان انا اغسل المواعين وكده. كمان عايزة امسح الخلاط والحاجات اللي جوا دي كلها عشان بقالي كتير ما مسحتهاش. اول حاجه كده زي ما انتم شايفين شلت المفارش وحطيت كل المواعين والاطباق والحلل في الحوض عشان ايه، اوسع الدنيا كده على نفسي. بصوا بقى، من ضمن الاسباب اللي انا عايزه اشيل منها الورق اللي كنت لازقاه على الرخام الابيض ده، ان هو بدا يتقطع، هو كتر خيره بقاله كتير، فعايزه اغيره بقى واجيب ورق تاني. دلوقتي بقى انا شلت كل الحاجات اللي كانت على الرخام اهي زي ما قلت لكم، السكاكين وطقم التوزيع والخلاط والحاجات والكبه والحاجات دي، لان انا عايزه امسحهم كلهم كده عشان مكان التراب والزيت والحاجات دي. فانا دلوقتي همسحهم وهرصهم تاني كده مكانهم، بس مش هحط بقى مفارش، هسيبهم زي ما هم. وهبدأ بقى ان انا اغسل كده كمية الاطباق والحاجات دي كلها واخلص الدنيا دي كلها واوريكم بعد ما اخلصها. بصوا بقى، هنا انا كنت غسلت كده كمية المواعين زي ما قلت لكم، شلت كل الحاجات اللي كانت موجودة على الرخامة هنا، ورصيت بقى كده المواعين بتاعتي دي كلها كده والحلل والاطباق والحاجات دي. بس هنا كان لسه فاضل لي شوية الطاسات والحاجات دي. عايزة اقول لكم ان في طاسات هنا انا مش بستخدمها غير مثلا لما بقلي السمك ولا حاجة، لان هي باظت عندي، فبستخدمها كده ان انا اقلي فيها السمك بس. شلت بقى العيون بتاعة البوتاجاز وبدأت برضو ان انا هغسلها. وهنا طبعا الشباك عندي مكان ما كنت بمسح اتقطع منه حتة الورقة دي، بس قلت مش مشكلة يعني خليها ان شاء الله هبقى اغيرها يعني بعد كده. وطبعا مسحت كل الحاجات اللي حوالين البوتاجاز وكل حاجة. دلوقتي بقى هاغسل كده العيون بتاعة البوتاجاز واكمل باقي الحاجات دي. واغسل الحوض عشان الحوض برضو عايز يتغسل، بعد ما باخلص لازم اغسله كويس خالص عشان يبقى نضيف وكده بالكلور واخليه يلمع. بس انا قلت بس اشيل بس شوية من المواعين والحاجات دي عشان كانت كتيرة وما كانش في مكان ان انا احط فيه. فانا دلوقتي بقى هبدأ ان انا اشيلهم شوية واكمل بقى بغسيل الحاجات التانية دي، واظبط البوتاجاز بتاعي كله واوريكم بقى بعد ما اخلص خالص هيكون الشكل عامل ازاي. زي ما انتم شايفين كده هنا بقى كنت خلصت كل حاجة اهو. بصوا هنا بقى رصيت كده الرخامة. طبعا انا غسلت كل المواعين وسبتها لغاية ما تتصفت، ورصيتها طبعا في اماكنها في الدولاب وفي المطبقية وكده. وحطيت كده الرخامة زي ما انتم شايفين، بس زي ما بقولكوا الورق كده مقطوع منه حتت، فيعني ايه متشغلوش بالكم. بس هنا يعني الحوض اهو نضيف خالص. ورصيت بقى الحاجات بتاعتي، وهنا طبعا ظبطت البوتاجاز وحطيت له ورق نضيف وغسلت العيون كلها وظبطتها. طبعا بحط البراد هنا عشان بنعمل فيه شاي على طول، فعلى طول بكون حطاه هنا، هو بيبقى نضيف بس بحطه هنا يعني على البوتاجاز عشان يبقى قريب من اي حد عايز يعمل شاي او حاجه. وهنا طبعا رصيت الحاجات بتاعتي بقى بعد ما مسحتها وظبطتها، وغسلت حتى الخلاط بتاع الحنفيه والفلتر وكل حاجه. فانا هنا كده وظبطت الدنيا. انا كده حبيت يعني ان انا اعمل لكم بس روتين خفيف سريع للمطبخ، عشان يعني كان بقالي كتير ما عملتش روتين للمطبخ بصراحة حلو كده. فخلصت وظبطت الدنيا كلها، وعايزه اقول لكم كمان ان انا مسحت كل الدولاب من فوق ومن تحت وظبطته. فده كده كان شكله النهائي، فيا رب بقى يكون عجبكم. متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، ومع السلامة.